أحبتي متابعي قنوات شبكة العراق، عليكم وبركاته. دوري الثانية 24 25 نجف يضيف النفط، لقاء مهم للفريقين لحساب الجولة الأولى دوري العراق، وفريق النفط بضيافة غزلان البادية بالنجف يضيف لقاء خامس مباراة في دورنا. مباريات أقيمت، الفوز على ديالا بهدف على دهوك، تعادل سلبي بين البصرة القرمة، وغدا ختام مباريات هذه الجولة مع الحدود القاسم مع نفط ميسان والكهرباء. القوة جميع طبعا وخالد احمد نعيم والده برحمة تسيح جناته. مباراة مهمة للفريقين في بداية المشوار. أجواء رائعة في ملعب النجف، ونلعب بدرجة حرارة 32 درجة مئوية. أولى لقاءات الفريق في هذا الموسم، نجف بالأزرق زي التقليدي لغزلان البادية، بينما النفط بالأخضر. طاقم تحكيم اللقاء بقيادة حكم درجة أولى عصام فاضل، يساعد الدولي جهاد عطية، علي فاضل وحامد علي، بينما حكم الفار السيد واثق محمد ويساعد رضا عباس. توفيق للنفط والنجف في هذا اللقاء. بداية اللقاء حكم صاحب 33 سنة عصام فاضل هو من يدير هذا اللقاء ما بين الفريقين. نجف يضيف النفط في لقاء مهم للفريقين لحساب الجولة الأولى من المرحلة الأولى، طبعا دوري نجوم العراق بالنسخة الثانية موسم 2024-2025. جماهير غزلان البادية، جماهير النجف والمؤازرة، وأمام النفط عملية طبعا تأكد من الشباك والأمور اللوجستية طبعا الخاصة بالملعب. عادل النعمة طبعا مدرب النفط بمواجهة حيدر نجم لغياب السيد عبد الغني شهد لأسباب عائلية خاصة. ننتظر الطاقة الصافرة لبداية اللقاء. النجف مع النفط.
تعادل سلبي وحيد بدورنا لغاية الآن. هذا عادل نعمة، موسم أول مع النفط قادما من الحدود، مدرب اللي سبق يشرف على تدريب طبعا قاسم الحدود، وبانتظار صافرة عصام فاضل 33 سنة، ويطلق الصافرة إذن النجف بالأزرق على يمين الشاشة، بينما النفط على يسار الشاشة بالأخضر. إكرام الضيف وإكرام فريق نادي النفط. عادل نعمة يلعب، النفط بالأخضر على يسار الشاشة، يلعب بعلي ياسين بحراسة المرمى. خط الدفاع كرار سالم، هناك أيضا جول شوفو الكاميروني، سامسون دير، فاضل كريم بالوسط، سامي هين، محمد سادات، رامسيس، جابرييل، ستار ياسين، احمد صبري بالمقدمه، حسام جاد الله. هكذا يبدا مدرب النفط عادل نعمه، بينما السيد حيدر نجم نجف بالازرق على يمين الشاشه، يلعب بسرهنك، مرور ممتاز، البدايه الاولى والى علي ياسين. نجف سرهنك بحسن بحراسه المرمى، احمد حسن مكنزي، هناك علي فائز، محمد جاسم، شبر علي بالدفاع بالوسط، هناك السنغالي دومينيك مندي، مرتضى علي، محمد قاسم، محمد صالح، زيدان عبد الجبار، وبالمقدمه دينيس انتوي. توفيق الفريقين في بدايه المشوار لحساب الجوله الاولى، المرحله الاولى دوري نجوم العراق بالنسخه الثانيه موسم 2024-2025. عالية الكرة تنقطع بالوسط، لاعب الغانم محمد سادات يلعب الكرة، النفط في الهجوم، عملية تمرير هذه المرة، المحاولة باليسار ولكن تصل لسرهنك محسن، 37 سنة سرهنك محسن، 4 دروع مع نادي أربيل، لاعب اليمانة بغداد، موسم ثاني مع النجف بالنسبة لسرهنك محسن. كرة اللعب للنجف، محمد جاسم يلعب الكرة، عملية تمرير إلى الأمام، محاولة من دينيس أنتوي، قطع للكرة بالوسط، الانطلاق الآن حسام جاد الله، لاعب اللي سبق اللاعب للحدود وللشرطة، جاء من نفط البصرة، الانطلاقة والقطع هذه المرة من علي فايز، لاعب الدولي السابق 30 سنة قادم من الطلبة، إلى اليمين، تمريرة لشبر علي، راجع الكرة بالمدافع مرتضى علي، يلعب الكرة، نجف، الانطلاقة هذه المرة، يحاول طبعا زيدان عبد الجبار بالكرة، هذا كرار سالم موسم أول قادم من الحزب، بينما هنا زيدان عبد الجبار اللاعب اللي لعب لكربلاء ولأربيل وللشرطة، واحد من استقطابات النجف المهمة طبعا في هذا الموسم. كل يعلم النجف موسم، هذا عادل نعمة مدرب الحدود في الموسم الماضي وخسر لقاءين امام النجف بال3-0 وبال1-0، لكن مع الحدود الان هو مع فريق النفط. انطلاقه من هناك، سامسون دير يلعب الكره لفاضل كريم، ستار قريب وقريبة جدا لكن الإبعاد كانت من أحمد صبري، والكرة إلى ركلة مرمى. هذا اللاعب سامي هين، لاعب البوركيني قادم من كربلاء، بينما هنا حيدر نجم
النجم الكبير بتاريخ النجف يشرف على تدريب الفريق بغياب المدرب الأول الكبير طبعا عبد الغني شهد لأسباب عائلية خاصة. إن شاء الله الأمور تمر على خير. وشاهد عبد الغني شهد في ديربي الفرات الأوسط على اعتبار لقاء النجف القادم سيكون مع كربلاء، بينما النفط سيقابل الوافد الجديد القرم. أحمد حسن مكنزي يلعب الكرة بالوسط، الانطلاقة من هناك من اليمين، محاولة محمد قاسم داخل منطقة الجزاء والإبعاد لهذه خطيرة كانت. دينيس أنتوي لاعب الغاني القادم من الطلبة، وسبق لهذا اللاعب مع النفط في موسم 2022 وسجل 16 هدف في موسم واحد. دينيس أنتوي لاعب الغاني القادم مع الغزلان. محمد قاسم طبعا موسم ثاني، لاعب لنفط الوسط وللشرطة وللقوى الجوية. ركنية للنجف، بداية قوية عالية داخل منطقة الجزاء. التهديد الأول، الشرارة الأولى ضاعت من زيدان عبد الجبار. زيدان عبد الجبار بهذه الكرة لاحظ فرصة أولى للنجف لكن ضاعت الكرة. ركلة مرمى لفريق النفط. أحمد حسن مكنزي كان بالصورة، بينما هنا حسام جاد الله. علي ياسين ياس ولد على سر أبيه، والده كان ياسين ياس حارس مرمى الصناعة في السبعينيات والثمانينات. علي ياسين لعب للنجف وللطلبة وللزوراء وللنفط. حاول الآن لعب رامسيس يلعب الكرة بالوسط للنفط. رامسيس عملية تحضير وتسديدة لكن بعيدة. ستار ياسين لاعب القادم من نادي نوروز، لعب للطلبة ولزاخو، بينما هنا حسام جاد الله كان معا ذهب لنفط البصرة، بينما هنا الحارس سرهنك محسن. الموسم الماضي النجف مركز رابع ب67 نقطة بعد الشرطة والقوى الجوية والزوراء. النفط كان بالمركز ال11 ب46 نقطة وبقيادة المدرب باسم قاسم. أحمد حسن مكنزي عيد الكرة لعلي فايز، علي يلعبها. محمد جاسم 4 مواسم مع النجف، عملية تبرير. كان السنغالي دومينيك مندي. ماكنزي استدعي بتشكيلة السيد كاساس في الفترة الأخيرة. أحمد حسن ماكنزي قطع للكرة والخطأ، خطأ للنفط. هذا أحمد حسن ماكنزي لعب للزوراء والياربيل الآن مع الغزلان مع النجف. سامسون دير لاعب النيجيري 6 أهداف لهذا المدافع مع النفط الموسم الماضي، وجاء من نفط الوسط. بالنسبة لسامسون دير لا كرار سالم موسم أول من الحدود. سامهين قطع للكرة في الوسط، محمد صالح يلعب الكرة، القطع من أنجي
جويل الكاميروني، مرور الآن، محاولة سامهين، بحث عن شيء، حكم اللقاء والخطأ العلي فاز، خطأ للنفط في مكان ممتاز. هذا عصام فاضل 33 سنة، حكم طبعا درجة أولى، بكالوريوس تربية رياضية ودبلوم بالعلوم العسكرية. لاحظ خطأ على علي فائز، حرة مباشرة بمكان جيد للنفط. سرانك وعملية تنظيم الجدار، ستار ياسين قريب مع اللاعب رمسيس الكاميروني. رمسيس يلعب الكرة وطالت إلى ركنية للنفط. بدأ النفط الكاميروني، رامسيس، جابريل. لاحظ الإبعاد كان من محمد جاسم، دافع النجف في الركنية الآن عالية داخل منطقة الجزاء، بعد من دفاعات النجف. كرة لمحمد قاسم، قطع هذه المرة من محمد سادات، يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. كان اللاعب الغاني القادم من الدوري الغاني بالنسبة لمحمد سادات، بينما هنا حسام جاد الله مهاجم فريق نادي النفط. لاحظ عملية التمرير، أفضلية بالتاريخ لقاءات الفريقين، يعني تتكلم عن 37 سنة عن اللقاء الأول. يعني أول ظهور للنجف كان موسم 87، انتهت بهدفين مقابل لا شيء للنفط، يومها سجل كريم محبس وحسن هلال. 17 انتصار للنفط. هنا مجانين غزلان البادية مشجعي النجف، الأجواء ممتازة في ملعب النجف. بدأ دورنا، كان محمد صالح بالصورة، وبينما هنا لاعب دومينيك لاعب السنغالي. 17 انتصار للنفط، 16 للنجف، التعادل في 23 لقاء. آخر لقاء جمع الفريق الموسم الماضي انتهى للنجف في النجف بهدف للسنغالي دومينيك بندي. سرانك أمامية للنجف، المحاولة دينيس أنت يلعب الكرة، الانطلاق الآن محمد صالح، لاعب إلى مرتضى علي. محمد صالح موسم ثاني قادم من الزوراء، راجع الكرة، علي فاز، النجف، التمرير مع مرتضى علي قادم من الطلبة، علي فاز، عملية تمرير، كذلك محمد جواد أيضا من الطلبة في دكة البدلاء بالنسبة لفريق النجف. عملية تمرير محمد قاسم، قراءة ممتازة، جويل الكاميروني، التمرير، محمد صالح يلعب الكرة، مندي لكن قريبة، هذه المرة لعلي ياسين، سلامة لزيدان عبد الجبار.
لاحظ مع سامي هند بهذه اللقطة، مرتضى علي مع سامي هند. ربما البطاقة الصفراء ستظهر. سامي هند عصام فاضل وبطاقة صفراء. أول بطاقة صفراء على لاعب النفط طبعا سامي هند لاعب البوركيني. ال4-1 أكبر نتيجة حصلت ما بين الفريقين. يعني كانت مرة للنجف في 2005 يوم سجل فلاح حسن وفؤاد جواد هدفين، ياسر عبد الرزاق، بينما مشتاق كاظم سجل للنفط. ومرة للنفط في 2012 كان علي صلاح وحمد المصري هدفين وسامال سعيد، والهدف الوحيد كان للنجف عن طريق مصطفى نصر. قطع للكرة، زيدان يلعب الكرة مع محمد، راجع إلى سامي هند، عملية تمرير إلى جابرييل، ستار قريب، الصراع والخطأ. هذا اللاعب شبر علي، موسم ثالث مع فريق النجف. لاحظ كان الدفع من ستار ياسين لاعب النفط. التماس الآن، بداية اللقاء تعادل بدون أهداف في بداية المشوار. جميع يبحث عن بداية طيبة، بداية ممتازة. فاضل كريم لاعب الديوانية السابق يلعب الكرة، النفط محاولة، حاول بالكرة جاد الله، 99 ضد 99 بهذه الكرة شبر علي، لكن اعتقد الى الركنية لفريق نادي النفط. بالسلامة حسام جاد الله. والسلامة لشبر علي. ركنية للنفط. هذه اللقطة والانطلاقة والتدخل. ركنية للنفط، ستار يلعبها داخل منطقة الجزاء والرأسية، لكن إلى ركلة مرمى. رأسية كانت من حسام جاد الله. بتاريخ لقاءات الفريقين، متى التقى النجف مع النفط في الجولة الأولى، يعني طيلة 37 سنة، كانت 6 لقاءات في الجولة الأولى. يا عاد النعمة، 5 انتهت منها بالتعادل، ولقاء وحيد انتهى للنجف في النجف كان في 2012 1-0 لعلي عودة. يعني لقاءات الفريقين في بداية الموسم في الجولة الأولى 6 مرات. أول لقاء كان في موسم 90 في النجف 1-1، ماجد نجم للنجف، جعفر عمرة للنفط. بعد ذلك في 91 في بغداد كان التعادل السلبي. اللقاء الثالث 95 في النجف 1-1، عادل ناصر ومعد إبراهيم للنفط. 98 بالنجف كان 2-2، الراحل تامر محسن وعودي عبد الخالق للنفط. بينما أهداف النجف بحسين وصالح شوبان. 2012 الفوز الوحيد للنجف
آخر لقاء في الجولة الأولى ما بين الفريقين كان في موسم 2017 كان التعادل السلبي في النجف. 6 لقاءات كلما يلتقي النجف مع النفط التعادل في 5 مناسبات في الجولة الأولى. انطلاق الآن محمد صالح للنجف قريبة وإلى اعتقد إلى ركن. هذا محمد صالح. جماهير غزلان البادية، لكن في المواسم الأخيرة لا وجود للتعادل السلبي. آخر تعادل سلبي كان في 2022. لكن الموسم الماضي ما انتهت المباراة بالتعادل السلبي. لقاء تسديدة قوية محمد قاسم، الراية والتسلل على فريق النجف. 20 دقيقة مرت. التعادل السلبي بين النجف والنفط لحساب الجولة الأولى من دوري نجوم العراق بالنسخة الثانية موسم 2024-2025. محمد قاسم التسديدة الأخيرة. جيول يلعب الكرة، الكاميروني أنجي جيول. كرة اللعب بها الوسط. جيول أمامية، القطع دفاعات النجف. ستار ياسين لعب الكرة من هناك. فاضل كريم الوسط لستار، راجع الكرة حارس علي ياسين. تحدث عن النفط، الفريق اللي دائما ما يلقب بالعنيد. سامسون دير أمامية، جاد الله اللاعب رامسيس جابرييل. تعدي الكرة إلى تماس، هذا ساميهن بوركيني أمامية، حاولت الإبعاد، اسمها غادرت النجف. تحدث عن علاء مهاوي، حمزة عدنان، محمد داود، حازم المستوري، منتظر ستار. هدافي الفريق غادروا التونسي المستوري مع داود، كل واحد كان عنده 10 أهداف في الموسم الماضي. محمد داود عاد للشرطة والمستوري عاد إلى الدوري التونسي. بينما جاد الله عاد إلى النفط، فريق نفطي آخر هو نفط البصره. عاد النعمة بالصورة، مدرب النفط. كرة بها الوسط، ساميين، تمريرة، هجوم الآن. كاميروني رامسيس، جاد الله، خطيرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد. الخطأ هذه المرة. السلامة لي محمد جاسم قائد الفريق. شوفوا اللقطة الماضية، كرة اللعب نجف، ماكنزي، ايد الكرة لسرهانج، مندي أمامية، محاولة
قطع للكرة، التماس كان القطع من كرار سالم، تماس لفريق نادي النجف. كرة اللعب الموسم الماضي كان طبعا في النجف فوز للنجف بهدف لدومينيك مندي اللاعب السنغالي، بينما في بغداد 2-1 للنفط. سامسون دير واللاعب كوبوزو يسجل هدف للنفط وهدف في مرمى بالخطأ. كرة اللعب لكن آخر فوز للنفط في النجف كان في 2022 عثمان سانيه ومنتظر محمد، بينما هدف النجف كان للاعب النفط السابق مازن فياض. بالمناسبة مازن فياض واللاعب اللي يمثل الفريقين وزار شباك الفريقين. مازن فياض لعب للنفط ولعب للنجف. نجوم الآن للنجف في 2018 بالنسبة لمازن مع النفط سجل على النجف في مباراة 2-2 كان مع زياد أحمد، ومع النجف في موسم 22-23 سجل الهدف الوحيد عندما فاز النفط بهدفين لهدف. كرة اللعب بالوسط إلى اليمين، شبر علي عيد الكرة، محمد جاسم عملية تمرير إلى علي فايز، قائد محمد جاسم بالوسط حاول بالكرة محمد قاسم لكن قطع والانطلاقة من هناك. فاضل كريم ينتظر أحمد صبري إطالة السلامة. هذا الاحتكاك مع أحمد صبري، هدفين لأحمد صبري مع النفط الموسم الماضي كانت على الكر، موسم ثاني وقادم من زاخو. بالنسبة لأحمد صبري جماهير نجف غزلان البادية النفط في آخر 3 مواسم لا يحقق الانتصار في المباراة الأولى في الجولة الأولى. يعني في الموسم الماضي 1-1 مع إربيل، قبل ذلك خسر من نفط ميسان 0-1، وفي موسم 21 كان التعادل السلبي مع نفط ميسان. هل يكسر القاعدة ويحقق الانتصار؟ بينما النجف في آخر 3 مواسم في الجولة الأولى حقق الانتصار مرة واحدة، كان على الديوانية بال3-0 موسم 21، بينما في موسم 22 خسر من القوى الجوية 0-2، وفي الموسم الماضي تعادل مع نفط ميسان بال0-0. حيدر نجم مدرب النجف المدرب المساعد، حديث مع ماكنزي. جماهير الغزلان جماهير رائعة. بدأ دورينا وبدأت الإثارة، وأجمل ما بدورينا هذا الجمهور الرائع لزين ملاعب، جماهير العاشقة لأنديتنا في الشمال، في بغداد، في الفرات الأوسط، في الجنوب.
بالمناسبة ترى الفريقين طيلة يعني بالنسبة للنفط 39 سنة لم يحقق الدرع. حصل على المركز الثاني 2016 مع حسن أحمد بعد القوة الجوية. والنجف كان وصيفا في 3 مناسبات سأتحدث عندما تحين الفرصة. هذا فاضل كريم، بينما هناك كرار سالم الظهير الايمن. كل روح رياضيه يعيد النجف. نصف ساعه مرت 30 دقيقه. يا من تتابع العراقيه الرياضيه في كل مكان، النجف والنفط في افتتاح مبارياتهم في دورينا دوري نجوم العراق بالنسخه الثانيه موسم 2024 2025. تعادل سلبي غايه الان. احمد صبري حاول بالكره، جاد الله التسديده البعيده الى ركله مرمى لفريق النجف. عادل نعمه عن معاه بالكادر التدريبي محمد جاسم، راي محمد نادر، حسين كامل كمدرب للحراس، فارس جهاد كمدرب للياقه البدنيه، مع مدير الفريق الدكتور مشتاق كاظم. الكل يعلم عراب الكره النفطيه السيد كاظم محمد سلطان، اتمنى له الصحه والسلامه المديد لهذا الرجل. كرة اللعب، راجع الكرة، محمد جاسم يلعب الكرة، بينما حيدر نجم الكادر التدريبي للغزلان للنجف. ماكنزي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة لكن انقطع من سامسون دير. كرة اللعب، رامسيس يعيد الكرة لبعاد، مرتضى علي يعيدها محمد جاسم، نجم من هناك لشبر، راجعه تمرير ماكنزي، احمد حسن ماكنزي، زيدان قريب. كرة اللعب في صراع على الكرة، ابعاد من سابسوندر او كاميروني جول شوفو لاعب كربلاء السابق. بعض الاسماء غادرت نفط، تتحدث عن حسن داخل وكيكي، بينما هنا دينيس انتوي الغاني. ماكنزي الركنيه والراسيه الى ركله ضاعت على النجف. كان اللاعب شبر علي براسيه، بينما حيدر نجم واحد من نجوم كره النجف في التسعينيات. كان معاه علي هاشم، معاه ماجد نجم، كان معاه باسم محمد، كان معاه حيدر يحيى. كرة اللعب، رامسيس كاميروني تلعب، قطع للكرة من النجف، محاولة للصراع والقطع هذه المرة من سامسون دير صاحب 27 سنة النيجيري. دينيس انتوي بالصورة كان، بينما هناك كرار سالم يلعب الكرة، تعود للنجف، عملية تمرير، نبحث عن هدف
ما يهمنا ازرق نجفي او اخضر نفطي. كرة اللعب، هذا سجل على النفط في الموسم الماضي. السنغالي طبعا دومينيك مندي. مباراة اللي انتهت 1-0 في النجف. راجع الكرة محمد صالح، عيدها لعلي فايز لمحمد صالح. النجف علي فايز، الهجوم الآن إلى اليسار، تقطع من دفاعات النفط. راجع الكرة محمد، تغيير الاتجاه إلى محمد جاسم، قريب الكرة. شبر يلعب الكرة، خطيرة الآن، خطيرة، الله! محمد قاسم بيسارية تصل إلى الكابتن علي ياسين. تهديد آخر، شوف بالمرة الثانية على دفعتين، يسارية جميلة. لاعب الدولة محمد قاسم، لاعب الشرطة القوى الجوية، كل يتذكر أهداف الجميلة في مرمى المنتخب القطري. بالنسبة لي محمد قاسم. عادل نعمة بالصورة، كان فاضل كريم يلعب الكرة، أحمد صبري قريب جدا، التمريرة ستار ياسين، لكن قطع للكرة. دينيس أنتوني الغاني مع زيدان، هجوم الآن، خطيرة للنجف عن طريق أنتوني، لكن القطع الممتاز. الكاميروني جويل شوفو، عملية تمرير، إثارة وندية حاضرة باللقاء، لكن المباراة تحتاج إلى هدف. حرك الجماهير. محمد يلعب الكرة، مندي سنغالي، مرتضى من هناك الانطلاقة، محمد قاسم حاول، راجع الكرة، مندي نجف لمحمد صالح، مساحة لعب فريق النفط، التمريرة الخطيرة، لكن القراءة الممتازة والقطع. دفاعات النفط، سمين نفط حاول مرور، هجوم الآن، سمين من هناك لأحمد صبري للنفط، محاولة لكن تقطع من مرتضى علي إلى زيدان عبد الجبار، يبحث عن خطأ. الخطأ هذه المرة على الكاميروني رامسيس جابر. لاحظ صفر في لقاءات الفريقين 14 مرة، أولها في 89 وآخرها في 2022. كرأي شخصي أعتقد المباراة ما راح تنتهي بالصفر. هناك ربما هدفين للنجف نفط، ننتظر. فاضل كريم وصل ثاني مع النفط، تماس الآن، شبر علي، نجف، الانطلاق الآن،
راجع الكرة، مندي السنغالي يلعب الكرة. 5 أهداف الموسم الماضي لمندي، خطيرة داخل منطقة الجزاء، عاد من دفاعات النفط، التماس للنجف. هذا دينيس أنتوي، جماهير النجف الغزلان قطع من النفط بالوسط، تمريرة، قراءة ممتازة من علي فاز، متابعة موجودة تصل إلى سرهنج محسن. 40 دقيقة مرت. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، حبايب، تعادل سلبي بين النجف والنفط لحساب الجولة الأولى دوري نجوم العراق بالنسخة الثانية موسم 24-25. السلامة لعلي فاز لاعب فريق النجف. لاحظ تدخل بهذه اللقطة مع محمد سادات، اللاعب الغاني قادم من الدوري الغاني. محمد سادات، بينما هنا كان مندي السنغالي. ماكنزي، أحمد حسن ماكنزي، وبالسلامة لعلي فاز. كل يعلم الموسم الماضي مع السيد عبد الغني شاهد اللي أتى خلفا للمصري حمزة جمل في المرحلة الثانية، وتحسن نتائج النجف ووصل للمركز الرابع ب67 نقطة. أنهى الموسم بعد الشرطة والقوى الجوية والزوراء، بينما النفط كان المركز ال11 ب46 نقطة. المدرب باسم قاسم. اللاعب كان الكاميروني رامسيس جابرييل. قرار سالم راجع الكرة، تمرير من هناك، حاول عاد لي الكرة سامسون دير، جاد الله والراية والتسلل. تسلل على حسام جاد الله. شوط أول متوسط إثارة وندية، لكن غابت الأهداف وحتى المحاولات ما كانت محاولتين للنجف، محاولة للنفط، تعادل سلبي. زيدان عبد الجبار تقطع الكرة من سامي هين، يعيدها لكرار سالم، أمامية الكرة لإبعاد من علي فاز. النفط محاولة التمرير، رامسيس
جاد الله قريب، تصل لي سرهنك، بعد الكرة من سرهنك. سنلعب في الوقت بدل الضائع. سامي تمريرة إلى سامسون دير، عيدها للحارس علي ياسين، قريبة جدا بالوسط. ستار ياسين، نفط إلى الجهة اليمنى، القطع الممتاز والقراءة من ماكنزي، راجع الكرة. كاميروني رامس تحضير مع جاد الله، يبحث عن أحمد صبري، قطع من محمد قاسم، راجع الكرة. صراع والقطع، فكرتها جيدة، لكن التمركز الممتاز لعلي ياسين بهذه الكرة. 3 دقائق كوقت بدل ضائع على شوط المباراة الأول، سنلعب لغاية الدقيقة 48. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تعادل سلبي حبايب لغاية الآن بين نجف والنفط لحساب الجولة الأولى من دوري نجوم العراق موسم 24/5. داخل منطقة الجزاء لكرار، تسديدة والإبعاد من دفاعات النجف. تماس من هناك للنفط، فاضل كريم قريب، فاضل يلعب الكرة. ستار يعيد، سامسون دير من هناك لجويل، شوفوا الكاميروني راجعة بالوسط. أحمد صبري يلعب الكرة، عملية تدوير الكرة. أحمد قريب إلى تماس، ستار ياسين لاعب فريق النفط. فاضل كريم للنفط، حاول الآن كرة إلى ركنية، قطع كان من محمد جاسم الكابتن. ثنائي جيد في خط المقدمة للنفط. تحدث عن الكاميروني رامسيس جابرييل، واضح بها الصورة مع جاد الله. ستار ياسين للنفط، عالية داخل منطقة الجزاء، بعد من سرهنج، راجعة للنفط. ستار والتسديدة وإلى ركنية. أفضل النفط في هذه الدقائق. لاحظ الركنية الآن لفريق نادي النفط. ستار ياسين، النفط عالية بعد من دفاعات النجف. فاضل قريب إلى ستار، خطيرة 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 الرئيسية، لكن بعيدة كانت. أعتقد معاها طبعا صافرة الحكم عصام فاضل ينهي شوط المباراة الأول. حبايب النجف طبعا مع النفط والتعادل السلبي بهذا الشوط. لنا عودة في بداية الشوط الثاني، إلى اللقاء.
متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نجدد التحية معكم والوصف التفصيلي لشوط المباراة الثاني ما بين النجف والنفط في مباراة طبعا لحساب الجولة الأولى من دوري نجوم العراق موسم 24-25. نجف بالأزرق على يسار الشاشة، بينما النفط بالأخضر على يمين الشاشة. شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي ما بين الفريقين. صافرة الحكم طبعا درجة أولى عصام فاضل، حكم الوسط يساعد جهاد عطية علي فاضل حامد علي كحكم رابع. على ما يبدو فريق النفط بنفس الأسماء، وبالأخضر على يمين الشاشة ومدربه عادل نعمة. علي ياسين طبعا بحراسة المرمى. هناك تغيير بالسيد حيدر نجم مدرب النجف بخروج طبعا زيدان عبد الجبار، ويشترك 9 محمد جواد لاعب القادم من الطلبة في الموسم الماضي، كان مع الطلبة في أول ورقة للسيد حيدر نجم مدرب فريق نادي النجف. مدرب المساعد يقود النجف طبعا بعد غياب المدرب عبد الغني شهد لظروف عائلية خاصة. عادل نعمة والنفط. النفط علي ياسين بحراسة المرمى، خط الدفاع كراس سالم، جول تشوفو، سامسون دير، فاضل كريم. في الوسط سامي هين، محمد سادات، رامسيس، ستار ياسين، احمد صبري. في المقدمة حسام جاد الله. بينما حيدر نجم والنجف بسرهنك محسن بحراسة المرمى. خط الدفاع احمد حسن مكنزي، علي فاز، محمد جاسم، شبر علي. بالوسط السنغالي دومينيك مندي، مرتضى علي، محمد صالح، محمد قاسم. وفي المقدمة محمد جواد والغاني دينيس أنتوي. حرة مباشرة للنجف، محمد قاسم تلعب عالية داخل منطقة الجزاء والكرة تقل إلى ركنية. سامس الدير اللاعب النيجيري تدخل، مدافع النفط. ركنية الآن. محمد قاسم للنجف، عالية داخل منطقة الجزاء، المحاولة بعد من الدفاعات، المحاولة كانت طالت الكرة على دينيس أنتوي. كابتن وين اروح؟ الله يخليك ما عندي مكان ماكو. تماس الآن للنجف. نجف يبدأ شوط المباراة الثاني بضغط على مرمى النفط. أحمد حسن مكنزي من الجهة اليسرى يلعب الكرة بالوسط. مندي عيدها هذه المرة إلى محمد جاسم، تلعب لعلي فائز، شبر علي، ما حصل الكرة إلى تماس لفريق نادي النفط. فاضل كريم يلعبها لأحمد صبري، جاد الله قريب يبعث الكرة من النجف، راجعة إلى سامسون دير بالوسط. ستار ياسين يلعبها لجاد الله، حسام بالوسط، قطع للكرة محمد صالح، حرة مباشرة وخطأ هذه المرة على الغاني محمد سادات. لاعب الغاني القادم من الدوري، الغاني لاعب الارتكاز بفريق نادي النفط. بينما هنا السنغالي دومينيك مندي صاحب الهدف الوحيد في الموسم الماضي هنا في النجف عندما فاز النجف على النفط بهدف. تمريرة للنجف، حاول الآن محمد جواد التحضير، الله! السنغالي مندي للنجف، هدف للنجف. الله بيسارية نجفية سكنت الشباك النفطية.
الموسم الماضي دومينيك مندي سجل في النجف وانتهت المباراة بالواحد صفر. يكرر هذا الموسم في مرمى النفط بيسارية سنغالية. لاحظ بدأت من محمد جاسم، شوف مندي، الله 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 الله، بعيدة، هدف جميل، واحد من أجمل أهداف دورينا. أرضية سنغالية زاحفة في الشباك النفطية للنجف لغزلان البادية. هدف أول للنجف، السنغالي دومينيك مندي يكرر ما فعل في الموسم الماضي. الدقيقة 50 بهدف جميل، كنا محتاجين إلى هذا الهدف. حرك المباراة على اعتبار النفط لن يسكت فسيحاول أن يرد ويعدل. نجف يحاول أن يعزز. شوط ثاني سيكون مثير رائع لكلا الفريقين. تغيرت النتيجة بالواحد صفر للنجف. 1-0 النجف 6 مرات، أولها علي هاشم 95 وآخرها دومينيك مندي. نفسه مندي سجل على النفط في الموسم الماضي ويكرر. بالسلامة. كرر سالم ربما. بالسلامة. لاحظ اللقطة الماضية أمام رامسيس جابرييل. جماهير النجف غزلان البادية التقدم بهدف على حساب النفط. هذا رامسيس جابرييل. حرة مباشرة. نجف. الهدف الجميل. هجوم الآن دينيس أنتوي. واضحة النوايا للنجف ولمدربه حيدر نجم بإشراك مهاجم ثاني محمد جواد قادم من الطلبة. سجل 7 أهداف في الموسم الماضي. الآن يلعب النجف دينيس أنتوي بالمقدمة مع محمد جواد. كرة اللعب يعطي الأدفانتج. ساميين من اليمين لكرار سالم. كرار للنفط يحاول أن يعدل الرأسية الخطيرة. رأسية جيدة. ستار ياسين كاد أن يعدل لكن علت العارضة بقى. عادل نعمة يدرب نفط. هذا جاد الله. حلوة المحاولة كانت من كرار سالم وستار ياسين برأسية جميلة. كرة بها الوسط. ساميين محمد سادات يلعب الكرة. محمد صبري قطع من النجف. محمد جاسم يلعب الكرة. علي فايزي يعيد محمد قاسم في الوسط. أحمد صبري والقطع. تمريرة. هجوم الآن رامسيس للنفط وخطيرة والتحضير والتسديد. الله حلوة للنفط. محاولة ممتازة من الغاني محمد سادات. شوط المباراة الثاني
مثير سريع، محاولات، عندنا هدف رائع كانت من محمد السادات، علت العارضة بقوة. لاحظ التحضير والتسديد. الشوط الثاني حرك كرة اللعب، كرار قريب، حاول محمد الجواد، حرة مباشرة والخطأ لكرار سالم. نجف طبعا الظهور الأول في موسم 87 37 سنة، والنجف لم يحرز الدوري، لكن احرز الوصيف 3 مرات، 95 96 المركز الثاني بعد الزوراء، بقيادة الشخصية الرياضية الكبيرة، أفضل شخصية رياضية كبيرة قدمها النجف سيد ناجي حمود، مدرب ورئيس الاتحاد العراقي السابق مع رحمة الله عليه. محمد جواد الصاغ من الشخصيات اللي قدمها النجف، يضاف لهم عبد الغني شاهد وشمران. عبد الغني شاهد كان ايضا ثاني 2005 2006 شواربخ بعد الزوراء بخساره ركلات الترجيح يوم الذهاب اللقب للزوراء بقياده الدكتور صالح راضي. 2008 2009 كانت ايضا الوصيف بعد اربيل ركلات ترجيح بقياده هاتف شمران. نجف قدم لنا هداف الدوري علي هاشم. بالمناسبة علي هاشم هدافا للدوري في 96 97، وعلي هاشم أكثر زيارة لشباك النفط، أكثر مهاجم نجفي زار شباك النفط علي هاشم ب5 أهداف. بينما النفط هناك بعض الأسماء لم تتعدى 3 أهداف، هدفين لمهدي كريم، هدفين لمشتاق كاظم، علا عبد الخالق، راحل علاء عبد الجبار، نزار علي ايضا هدفين. عالية الكرة، محاولة تصل لسرها، حلوة المباراة. دقيقة 50 بهدف أول عن طريق السنغالي دومينيك مندي. لاحظ المحاولة الأخيرة، سرهنك بداية مشوار المرة السابعة طيلة 37 سنة بتاريخ لقاءات الفريقين. يلتقي النجف مع النفط في الجولة الأولى، 5 حالات تعادل، تفوق للنجف في موسم 2012 عن طريق علي عودة لاعب النفط السابق. الآن دومينيك، لغاية الآن مندي السنغالي بتقدم للنجف. سامين قريب، محمد السادات، تقطع الكرة إلى اليسار، ماكنز يلعب الكرة، راجعة هذه المرة، تمريرة، نجف راجعة، محمد صالح، علي فائز لمحمد جاسم قائد الفريق، مرتضى علي لمحمد صالح، تمريرة، فاضل قريب، تقطع إلى تماس، هذا الشبر علي، تماس لها النجف، راجع الكرة إلى سرهنك محسن. بداية المشوار الجولة الأولى، جميع يبحث عن البداية الجيدة خاصة على ملعبك، هكذا تفكر الأندية، لكن هم أمام العنيد. بالنسبة لي النجف أمام العنيد النفط. راجع الكرة بها الوسط، محمد صالح يلعب الكرة، ماكنزي عيدها، أمامية الكرة للنجف. الانطلاق الآن
قطع من كرار سالم إلى تماس للنجف. هذا أحمد حسن ماكنزي ظهير الأيسر، بينما هنا صاحب الهدف هذا مندي صاحب الهدف المرة الثانية، الموسم الثاني على التوالي يزور الشباك النفطي. السنغالي دومينيك مندي يلعب الكرة إلى مرتضى علي. النجف بتغيير وحيد، خروج زيدان عبد الجبار وإشراك محمد الجواد في بداية الشوط الثاني. ساعة من اللعب، دقيقة 60. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي، التقدم عن طريق مندي للنجف بهدف بالدقيقة 50 على حساب النفط. الجولة القادمة ديربي الفرات الأوسط، ياهو ديربي كربلاء والنجف، بينما النفط سيلاقي الوافد الجديد القرمة. شبر علي للنجف، محمد قاسم أدى مباراة ممتازة لغاية الآن. راجع من محمد سادات لفاضل سامهين، عملية تمرير محمد صالح يلعبها من هناك. ماكنزي التمريرة لجواد لكن أقرب لعلي ياسين. ياس بالفانيلة رقم 31 وعمره 31 سنة. صبري للنفط، أحمد صبري مع جاد الله، راجع الكرة ستار. محمد سادات يلعب الكرة، جول سامهين، تمريرة رمسيس، صبري داخل منطقة الجزاء باليسار لكن إلى خارجين. التحضير كان جيد لكن النهاية ما كانت. الصبري الموسم الثاني النفط هدفين في الموسم الماضي كانت على الكرت في مباراة 2-2. بينما هنا حسام جاد الله، شوف تمريرة .17 انتصار للنفط، 16 للنجف، التعادل في 23 لقاء. محمد قاسم، الله، اعتماد النجف على التسديد من خارج منطقته، واحد من الحلول ونجح بذلك دومينيك مندي. شوف محمد إلى ركلة تغييرين الآن. حيدر حسين، جاد الله يترك المباراة مع ستار ياسين. ويشترك سيف الدين ظاهر. لاعب اللي سبق مثل نادي القاسم ولعب للديوانية. جاد الله وستار ياسين. حيدر حسين يشترك، لاعب السابق يمثل الطلبة بفترة من الفترات، مع سيف الدين ظاهر في منطقة الوسط. انطلاقة من اليسار، ماكنزي حاول قطع للكرة من سامسون دير، حاول الآن
تمريرة قريبة جدا. سيف الدين ظاهر لاعب البديل للنفط يلعب الكرة. مرتضى علي من هناك الانطلاقة. محمد جواد خطيرة للنجف، لكن القطع الممتاز الكاميروني جويل. كرة اللعب للنفط، الراية والتسلل. ركلة حرة غير مباشرة لفريق النفط. لقطة جميلة في ملعب النجف. كرة اللعب تنقطع الكرة بها الوسط. محمد قاسم حاول يمر. نجف تقدم بهدف لغاية الآن. شبر مرتضى يعيد الكرة لشبر علي. شبر من هناك. علي فايز يلعب الكرة والتقدم للنجف لغاية الآن. مكنزي أحمد حسن مكنزي يعيد الكرة إلى محمد صالح. هذه النعمة تغييرين تشكيلة النفط، بينما تغيير وحيد كان للنجف. كرة بالوسط. سامين كاميروني. رامسيس يلعب الكرة. صبري أحمد يلعبها قريبة جدا. سيف الدين ظاهر. التماس والقطع من الكابتن محمد جاسم. هذا سيف الدين ظاهر. جماهير غزلان البادية خطيرة الآن لصبري، وابعاد من دفاعات النجف. محاولة جيدة كانت للنفط. بدأ النفط بعد الهدف تباس الآن. حاول أن يعدل. كرة اللعب سامي هند تسديدة لكن بعيدة إلى ركلة مرمى لفريق نادي النجف. نفط حاول أن يعدل. لاحظ الانطلاقة الجيدة من أحمد صبري، لكن الإبعاد من الدفاعات النجفية. هذا اللقاء يحمل 57 بتاريخ لقاءات الفريقين. النجف سجل 52 هدف والنفط ب51 هدف. حديث مبكر، إذا ما فاز النجف راح يتعادلون بحالات الفوز. النفط لغاية الآن 17-16 للنجف، لكن وقت طويل. حدث 22 دقيقة قادمة مع الوقت بدل الظاهر. ممكن النفط يعدل، ممكن النجف. أحمد صبري يلعب الكرة لكن سهلة إلى سرانك محسن حارس مرمى النجف. النفط حصل على المركز الثاني ما ذكرنا مرة وحيدة في 2016 في دوري كرة القدم، لكن في الباسكت بول في السلة كان عنده فريق مميز بقيادة خالد يحيى. يعني 6 مواسم هو بطل الدوري، لكن استغرب هذا الموسم حل فريق السلة. ربما الأزمة المالية الأمور المالية لم تخصص من الوزارة لهذا الفريق.
لاعب البشير بن محمد بورقة أخرى للسيد حيدر نجم بديلا للغاني دينيس أنتوي. البشير بن محمد لاعب التونسي. كرة اللعب، انطلاقة للنفط اللي يحاول في هذه الكرة، ضغط من حيدر، عملية تحضير، محاولة، قطع بالوسط، مندي السنغالي دومينيك مندي صاحب الهدف الوحيد، قطع من الصبري. حيدر حسين لاعب البديل مع صبري وتماس للنفط. تحس الجهة اليسرى للنفط بدأت تعمل بشكل جيد على عكس الجهة اليمنى المعطلة تماما. السلام لسرهنك محسن. هذا اللاعب رامسيس جابرييل لاعب الكاميروني لاعب النفط. تقدم للنجف هدف بالدقيقة 50، طبعا سجل عن طريق السنغالي دومينيك مندي، بينما التونسي البشير بن محمد. كرة اللعب بالوسط، حمص قطع للكرة، راجعة للنفط بالسلامة، سلامة. اعتقد اللاعب محمد سادات الغاني، اي نعم محمد سادات نفط. خامس مباريات في دورينا، والمباراة الأخيرة في هذا اليوم دوري نجوم العراق بالنسخة الثانية موسم 2024-2025 في الجولة الأولى. توفيق لجميع أنديتنا، وهذا الهدف الجميل طبعا لمندي، هدف رائع، يسارية ممتازة. توفيق لجميع أنديتنا، والتوفيق للوافدين الجدد طبعا جرمة وديالة. مرتضى علي بالسلامة لاعب النجف، ومشاركة لاعبين الآن. اعتقد اشترك اللاعب فابريس لاعب التوغولي، فابريس، وايضا اشاهد احمد عبد الحسين. محمد قاسم ترك المباراة مع مرتضى علي، يشترك الآن طبعا أحمد عبد الحسين لاعب النجف السابق، تجربة مع الزوراء وعودة للفريق مع التوغولي فابريس.
كرة للنفط، داخلين على دقيقة 55. يا من تتابع قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، تقدم نجفي بهدف بالدقيقة 50 طريق السنغالي دومينيك مندي على حساب النفط في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق موسم 24-25 بالنسخة الثانية دوري النجوم. كل يعلم الموسم الماضي الشرطة هو صاحب اللقب، وتفوق طبعا للأندية البغدادية بجميع المسميات منذ نسخة 74. تحدث عن 37 لقب بغدادي، زوراء 14، شرطة والقوى الجوية 7 ألقاب، طلبة 5، الرشيد 3، والجيش لقب 1. انطلاقة الآن، المحاولة، سيف الدين ظاهر يلعبها من هناك، رمسيس عالية، راجع لي صبري، عملية تحضير مع فاضل، خطيرة للنفط، خطيرة خطيرة خطيرة، لكن بعد من دفاعات النجف. والمحاولة كانت محمد سادات، لكن الابعاد من دفاعات النجف. بدأ النفط يضغط من أجل التعديل على مرمى فريق النجف، طالت الكرة إلى تماس النجف. هذا محمد سادات صاحب ال 22 سنة، لاعب الغاني. لاحظ تسديدة محمد سادات، لكن الابعاد كان من البديل فابريس. فابريس لاعب التوغولي يبعد الكرة. جماهير النجف غزلان البادية. هذا حيدر سين، حرة مباشرة للنفط. فاضل كريم بساعة لعب فريق النجف. النفط عالية داخل منطقة الجزاء، بعد من سرانك، وكرة. شوف الكرات اللي دائما ترتد من المدافع ومن الحارس، ما تستثمر من مهاجمي ولاعبي فريق النفط. الكرة الثانية بعد كان من كرار سالم، تونسي البشير بن محمد في موسم ثالث مع النجف. فابريس يلعب الكرة، البشير بن محمد نجف، لاعب اللي يشترك بشوط المباراة الثاني، والصراع والقطع هذه المرة من جويل شوفو. ورقة أخرى، رامسيس جابرييل يترك المباراة لإثبانيا. عمار غالب. ورقة أخرى للسيد عادل نعمة من أجل تصحيح الوضع. ماكنزي من اليسار، انطلاقة، صراع مع كرار، تنتهي للنفط. عمار غالب يلعب الكرة، راجع من سيف الدين، سامسون دير عيد الكرة لعلي ياسين، قطع للكرة، مندي تمريرة للبشير بن محمد. نجف خطيرة، لكن بعد الكرة تلعب الآن. تمريرة حيدر قريب، لكن قطع، والخطأ خطأ على حيدر حسين مهاجم فريق النفط.
بالسلامة لمحمد جاسم. شوف التمرير والتدخل حيدر حسين باللقطة الماضية مع الكابتن محمد جاسم كابتن فريق النجم. حاول الأخيرة كانت دقيقة 80 تقدم للنجف بهدف عن طريق السنغالي دومينيك مندي بالدقيقة 50 من عمر المباراة. 10 دقائق يعاد النعمة على النهاية قبل ما عدا الوقت بدل الضائع. تقدم نجفي لغاية حساب النفط. طبعا 37 لقب للأندية البغدادية، 8 ألقاب خارج العاصمة، 4 ألقاب طبعا لأربيل، لقب للميناء ولصلاح الدين ولدهوك ولنفط الوسط. هذا سيف الدين ظاهر لاعب اشترك بشوط المباراة الثاني، بينما هنا فابريس راجع الكرة. محمد جاسم أمامية، البشير بن محمد حاولة خطيرة كانت، اعتقد الراية حاضرة والتسلل. كانت الكرة من سامسون دير، الراية والتسلل على البشير بن محمد مهاجم النجم. أمامية الكرة تقطع من دفاعات النجم. كرة اللعب نفط، سيف الدين ظاهر قريب، شبر علي أصبح فيها الجهة اليسرى، بينما أحمد عبد الحسين فيها الجهة اليمنى. السلام لشبر علي، كان الاحتكاك مع الساميين. غزلان البادية بداية المشوار والانطلاقة الأولى. بطاقة صفراء هذه المرة على محمد سادات لاعب الغاني لفريق نادي النفط. أمامية الكرة نجف، انطلاقة من هناك، ابعاد للكرة من كرار سالم إلى التماس. هذا شبر علي، المباراة بشوطها الثاني أفضل، بينما هنا علي فايز. ماكنزي تماس للنجف من الجهة اليسرى، أحمد حسن ماكنزي، أربيل والزوراء ونفط البصرة بالنقاط الثلاث. بطاقة صفراء بداعي التأخير على أحمد حسن ماكنزي لاعب فريق النجف. مندي قريب، لكن القطع للكرة. ساميين بالوسط، مندي صاحب الهدف، حرة مباشرة وخطأ للنجف. هذا السنغالي دومينيك مندي. عندك بطاقة صفراء. محمد سادات يجب أن يكون حذر بالدقائق القادمة لأن عنده بطاقة صفراء لاعب النفط. كرة اللعب نجف، تمرير الآن
مندي، فابريس، بعد لي الكرة محمد جاسم، انطلاق الآن محمد، حاول الكرة الماضية محمد جواد، لكن الراية والتسلل على فريق نادي النجف. هذا محمد جواد مع الطلب الموسم الماضي كان 7 أهداف. قادم وافد الجديد للنجف، لاعب اللي يمثل زاخو بفترة من الفترات، لعب للطلبة. علي ياسين بكرة أمامية، نفط يحاول على الأقل التعديل. أحمد حسن مكنزي للنجف من اليسار، مكنزي تمريرة، سامسون دير عيد الكرة إلى علي ياسين، اللقاء السابع ما بين الفريقين طيلة 37 سنة في الجولة الأولى. بعد لي الكرة في افتتاح الدوري، تفوق للنجف بانتصارين، 5 حالات تعادل ما بين الفريقين. أحمد السروري بديلا لسامي لاعب اليمني، بينما حسن داخل، لاعب النفط السابق، 3 أهداف مع النفط لحسن داخل. بديلا لمندي صاحب الهدف اللي ترك المباراة. التماس الآن للنفط، عالية الكرة لبعاد هذه المرة. أحمد عبد الحسين بالصورة كان، عالية قريبة جدا. النفط يحاول، بعد لي الكرة والخطأ، حرة مباشرة لفريق نادي النجف بالسلامة لمحمد صالح، خطأ على محمد سادات. اللقطة الماضية والتدخل محمد صالح، سلام لمحمد صالح لاعب فريق النجف. هذا محمد سادات عنده بطاقة صفراء لاعب النفط. كرة اللعب أمامية، الكرة نفط، فاضل كريم يلعب الكرة، صبري، أحمد من هناك، سامسون دير، المحاولة الآن للنفط خطيرة، لكن مرة حاول الكرة عمار غالب لاعب البديل لكن ضاعت.
اللقطة الماضية لاحظ تسديدة للنفط لكن ضاعت إلى ركلة مرمى. نلعب في الوقت بدل الضائع. انطلاقة الآن، ربما اشتراك لأحمد خالد. شوفوا في النفط لاعب القادم من نادي نوروز. كرة اللعب بديلا لفاضل كريم. حاول الآن حيدر حسين، قريبة جدا، الله، جول للنفط. صبري أحمد صبري يعدل للنفط، يعدل العنيد بالدقيقة 91. أحمد صبري يعدل للنفط برأسية رائعة. 1-1. أحمد صبري بهدف ذهبي، بهدف سبي ماشد. لاحظ رأسية جميلة. لاحظ بالرأسية الجميلة لأحمد الصبري بشباك النجا. حلوة للنفط، حلوة للعنيد. العنيد بهدف، والتعديل جميل لأحمد صبري. 1-1. حلوة المباراة. التعادل 1-1 ما بين الفريقين. مندي بالدقيقة 50 وصبري، أحمد صبري للنفط بالدقيقة 90+1 في الوقت بدل الضائع. يعدل للنفط. حلوة المباراة. أحمد عبد الحسين، نجف عالية، واو، كاد بالنيران الصديقة. جول شوفو الكاميروني كاد أن يفسد فرحة التعديل للنفط بهذه الرأسية، لكن صحح بالمرة الثانية. خطيرة كانت الكرة، عالية للنجف داخل منطقة الجزاء، الله، من فم المرمى. البديل أحمد خالد يمنع هدف نجفي. قمة الإثارة، قمة الندية. عالية الكرة للنجف، راح يعيد من اللقاء. عصام فاضل، اعتقد المباراة دارها بشكل ممتاز مع جهاد عطية وعلي فاضل وحامد علي. أحمد عبد الحسين تلعب للنجف قريبة جدا بعد من دفاعات النفط. هجوم نجفي على مرمى النفط من أجل الهدف الثاني، يعني كرتين بأقل من دقيقة. هذه الراسية والإنقاذ. لحظة، حاول محمد صالح، لكن الإنقاذ من أحمد خالد في هذه اللقطة. أحمد خالد اللاعب القادم طبعا من نادي نوروز. ثواني على نهاية اللقاء. واحد 6 مرات، أولها في عام 90 يعني ماجد نجم للنجف، جعفر عمران للنفط، وآخرها في 2001. 23 سنة ولم يحصل الواحد. كان علي حنون وعدي عبد الخالق.
1-1 تعادل لغاية الآن. الثواني الأخيرة، كرة للنفط، حاول الآن صبري وبعيدة، لا ركلة مرمى، أو كان السروري اللاعب اليمني أحمد السروري بهذا التنفيذ. تعادل بال1-1. صافرة الحكم عصام فاضل تنهي لقاء النجف والنفط حبايب. تعادل 1-1. طبعا سجل النجف اولا عن طريق السنغالي دومينيك مندي، وعدل النتيجة في الوقت بدل ضاع اللاعب احمد صبري للنفط. نقطة للنجف، نقطة للنفط في بداية المشوار طبعا في دوري نجوم العراق وفي الجولة الأولى بالنسخة الثانية لدوري نجوم العراق موسم 2024-2025. ألتقيكم في مباريات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.